انا جبت اللفت كده وحطيت عليه 3 معالق كبار من الملح وسبته لما ينزل ميته خالص، وبعدين شطفته وجبت بنجرية كبيرة بشرتها، والقرنبيط فصصته والجزر كله بقى مقطعاه حجم كبير لان انا عايزة المخلل ده يقعد مدة. جبت 3 لتر من المية المغلية، هنزل عليهم ب3 معالق من الخل كبار، عليهم 6 معالق من الملح مليانين كده زي ما انتوا شايفين كبار، ومعلقة من الشطة، وثلاث معالق من السكر. كل المعالق كبيرة ومليانة. خلاص السكر هنا عشان يقرمش لي ايه المخلل. هسيب المية دي تبرد تماما، يعني لازم تكون المية باردة قوي. هجيب بقى البرطمان كده احط فيه معلقة بنجر كده من تحت، وهنزل بقى بالمخلل المشكل. بص انا بوريكم هنا ان انا كنت عاملاه حجم كبير عشان انا عايزاه يقعد بتاع اسبوعين كده شهر عقبال ما ايه افتح عليه. وهكبس بقى البطرمان حلوة قوي كده زي ما انتوا شايفين، وهحط معلقة بنجر على الوش، يبقى انا حطيت معلقة بنجر من تحت ومن فوق. وهنزل بقى بالمية لغاية اما اغطيه زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى كيس بلاستيك كده واقفل عشان ما اضمن ان مفيش اي هوا يدخله. لازم قبل ما اغطيه كده بالغطا بتاعه احط كيس بلاستيك. هطلع بقى كل البرطمانات وكل العلب اللي ليها غطيان، وهنعمل بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. برضو هحط الكيس واتأكد ان هو اتقفل، وبس نفتح عليه بقى بعد اسبوعين تاني.